لما تزعلني الدنيا ما بتراضينيش غير أكلة زي دي، ويا سلام بقى لو معمولة في البيت كده بنظافة بيتي. وما تنسيش البطاطس المحمرة، الأكلة دي ما تحلاش غير بيها. بصي بقى كده النهاردة هوريكي أحلى طريقة لتمليح الفسيخ، وبجد بجد بنظافة بيتي، واللون زي ما انتوا شايفين، والنتيجة اللهم بارك. بصوا لونه وردي ازاي، وطالع كده فصوص فصوص. حطي كده حتة على لقمة وعليها عصرة ليمونة، وودي يلي بتودي. تاكلي بقى كده قفص عيش، وما يكفيكيش كمان معاه قفص عيش، ولا الفلفل الحار اللي هو الأحمر دوت وعليه بصلاية كده. ويلا بينا نشوف الطريقة على طول. الحكاية بتبدأ معانا بالبوري أو سمكة البوري. أهم حاجة عندي يكون السمك اللي عندي دوت سمك بوري. أنا هنا مستخدمة سمكة واحدة لأن بصراحة أنا اللي باكله في البيت، فهيدوبك عاملة كده سمكة على قد نفسي راحت له، فحبيت إن أنا أعمله كده بنظافة بيتي لأني مش بحب أكله من بره وببقى قلقانة كده شوية. أهم حاجة بقى تعرفي منين السمكية البوري، بتبقى راسها مبططة كده، ما بيبقاش ليها سحبة. اللي بيبقى ليها سحبة دي بتبقى سمكة تانية اسمها دبارة. أهم حاجة إن أنت تختاري السمكة تكون بوري، وتبتدي تغسليها مرة واتنين وتلاتة وتنضفيها وتبقي متأكدة منها. انا طبعا غسلتها ونضفتها واتأكدت انها بقت زي الفل، عشان كده قلتلك هي بتبقى نظافة بيتي. وكده جبت السمكة بتاعتي وعمل لها كده مساج، ويعني هكسر كده عظمها من لحمها زي ما بيقولوا علشان تتفتت معايا كده وتبقى ناعمة، وتاخد معايا فصوص بعد السوا. يعني بعد ما تستوي هتديني فصوص كده حلوة زي ما شفتوها في اول الفيديو. وبعد كده هجيب بقى كده اي مناديل ورق او كمان حتة قماشة قطن، وهبتدي اتشرب كل المية اللي على السمكة بتاعتي من الخياشيم وكمان من جسم السمكة من بره. اهم حاجة اني مخليش فيها مية خالص تماما، علشان المية دي ما تعمليش ريحة. عايزة اقول لكم ان الفسيخ بتاعي اللهم بارك كان ريحته مش باينة حتى وانا بطلعه من الورقة بتاعته. واهم حاجه بقى عندي بعد ما نشفت كده تماما ونشفتها ان انا استخدم ملح خشن. ملح خشن ده موجود عند العطار، اوعي تستخدمي الملح اللي احنا بنستخدمه في الطعام. استخدمي الملح الخشن، ضروري جدا، بيديكي نسبه ملوحه او نسبه بيعادل معاكي يعني نسبه ملوحه الفسيخ بعد ما يتملح. ما بيكونش حادق تماما، لان الملح الخشن ما بيدوبش طبعا بسهوله. فاللي انت بتعمليه ان انت بتستخدمي، او لو اول مره يعني تملحي فسيخ ومش عارفه الكميه اللي هتستخدميها او المقدار قد ايه، فهنا بقى هتشتغلي بالملح الخشن زي ما انت حابه، وانت مطمنه تماما، لان هو مش بياخد اكتر من ايه من اللي محتاجه. الملح الخشن بياخد منه اللي هو محتاجه، الفسيخه يعني بتاخد اللي محتاجاه، والباقي بتسيبه. هتشوفي دلوقتي الكلام ده بعد السوا، هتشوفيه في الفيديو برضو. الفيديو موضح كل حاجة من الأول للآخر. حطي بقى الكمية اللي انت ايه شايفاها كده، بس أهم حاجة تعملي بطانة كده تحت السمكية وفوق السمكية وكمان خياشيم السمكية وبقها تمليه ملح. دي أهم الحاجات أو الحتت اللي بيكون موجود فيها ملح. وجيبي بقى كده كيس أبيض، لازم يكون برضو أول حاجة تلمس السمكة بتاعتي هي كيس يكون أبيض من بتاع الطعام ده. احط كده كيس الاول من الابيض، وبعد كده ما بيفرقليش خالص الوان الاكياس. بس اهم حاجه اول كيس بيكون لامس السمكيه، بيكون كيس طعام كده عشان يكون صحي. وبعد كده بقفل عليه تماما، وبعد كده بقى بجيب كيسين 3 4 تاني. اهم حاجه يكون بس فيهم واحد اسمر علشان يحجب معايا الضوء عن السمكيه، لان دوت بيسرع طبعا من عمليه سواها. بعد كده جبت الاسترتش عشان احبك كده على السمكيه وما تنزلش ميه معايا خالص. زي ما انتم شايفين كده بالشكل دوت. وهسيب بقى السمكة بتاعتي ديت 15 يوم لو احنا في الصيف، وكمان 20 يوم لو احنا في الشتاء. اهم حاجة كل 3 ايام بقلبها كده على ناحية، يعني ايه من النواحي. 3 ايام بركنها و3 ايام التانيين اركنها على الناحية التانية لحد ما تكمل معايا زي ما قلت لكم، في الصيف 15 يوم وفي الشتاء 20 يوم. وبتطلع معايا اللهم بارك. هنا بقى كده بعد 20 يوم من السمكية، عايزة اقول لكم ولا طالع لها ريحة، ولا كأن حاجة موجودة. انا كنت حطاها معايا في المطبخ عشان تستوي بسرعة، ولا طالع ريحة، ولا كأني مخللها فسيخ، ولا في كأني معايا في المطبخ فسيخ، ولا اي حاجة. حتى وانا بفتحها اللهم بارك ريحتها جميلة جدا جدا. بصوا بقى الملح زي ما قلت لكم، هي بتاخد اللي هي عايزاه والباقي ما بيدوبش، يعني الباقي بيتنه موجود في الكيس دوت. فايدة الملح الخشن زي ما قلت لكم عن ملح الطعام. ملح الطعام بقى بيدوب طبعا بسهولة، والسمكة بتمتصه كله، وبتبص تلاقيها حادقة معاكي بعد السوا. وهنا بقى نفتح كده ونشوف اللون بتاعنا واللهم بارك. تعالوا بقى شوفوا لي الجمال. بصوا بقى كده عاملة ازاي. هشيل بقى الراس كده ونضفها، والبطن بتاعتي اسلم حل ليها علشان اعرف انضفها. هبتدي اجيب كده ورق مناديل، وابتدي اشيل كده وامسح البطن بتاعتي، وبتطلع بكل سهولة. بصوا ما شاء الله مليانة سمنة معايا، لان السمكة بتاعتي دي كانت 800 جرام، فكانت ما شاء الله كده مبطرخة وحلوة. بصوا بقى كده اللون عامل ازاي. تعالوا بقى موريكم ازاي تخلوا السمك
وتطلعوا اللحم بعيد عن الجلد. بصوا فصوصه عامله ازاي ومستوي، واللهم بارك، ريحته تحفه، حاجه كده تجوعك وانتي بتنضفيه. هجيب المعلقه وبالشكل ده كده، واجيب من اول بدايه الراس كده، وابتدي بالمعلقه واكحت كده، وبيطلع معايا بكل سهوله. بصي ابسط من البساطه، حاجه كده في دقايق هتخليها. ولا تجيبي بقى تفضلي تقشري بالسكينه وتقشري الجلد وتبتدي، لا، هو في دقايق وبيطلع معاكي فصوصه زي ما انت شايفه كده. بيتخلي الجلد عن اللحم وبيطلع معاكي. ده طبعا ليه؟ علشان احنا في الاول كنا عاملين له مساج ومتكيين عليه كده في اثناء التمليح يعني، عشان كده بيبقى سهل معايا ان هو يخرج. ودي طبعا مش هتترمي، هتتمصمص بس كمان شويه. وزي ما انتم شايفين اللهم بارك، لونه روعه. ابتدي بقى اضيف عليه الفلفل الحار، وكمان الزيت بتاعي. ليمون بقى لو حابه تضيفي الليمون عند التقديم براحتك خالص، بس اهم حاجه تضيفي عليه زيت وما تسيبيهوش كتير علشان ما يأكسدش. بس عايزه اقولك بقى اللي في البيت ما بيأكسدش تماما، يعني حاجه كده اللهم بارك، نظافه وتوفير، وكمان واكله الحاجه كده وانتي مطمنه. انا بصراحه بقلق منه لما بيكون شارياه من بره، بقلق ان يكون في تسمم، يكون في حاجه. انما لما بكون عاملاه في البيت بجد باكل بكل اطمئنان. حاجه كده بجد روعه، اللهم بارك. هتاكليه كده وما تشبعيش. عايزه اقول لكم جوزي ما بياكلش الفسيخ اصلا اصلا، يعني ما بيهوبش يمته. قعد كله معايا، كنت عامله له يوميها مكرونه، ساب المكرونه وقعد ياكل معايا فسيخ، ويقول لي انا خايف، بس انا بصراحه مش قادر ايه ابطل منه اكل. وتبتدي بقى كده احلى فلفل حار واحلى بصل، وتاكلي احلى اكله، وتدعي لي وجربي، وبجد بجد مش هتندمي. احلى فسيخ هتعمليه، وبجد هتاكليه من تحت ايدك وانتي مطمنه. خلصت الفيديو، ما تنسوش انتوا لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تحطوا لي اللايك.